فراغات في الشعر، خطوط حمراء، قرح في الجلد، ألم ورم في المفاصل، ومشاكل تانية كتير. يا ترى ده يبقى اسمه ايه؟ Welcome back to my channel. انا مارينا. لو اول مره تشوفوني في الشانل هنا مينلي بتكلم على امراض جلديه او امراض تخص صحه بشرتنا وشعرنا، ومن وقت للتاني بتكلم على امراض تانية تخص الجسم عامه. كمان من وقت للتاني بشارك معاكم ريفيوهات ورأيي في المنتجات اللي انا بستخدمها. فيديو النهارده هنتكلم عن ال SLE او Systemic Lupus Erythematosus او بالبلدي كده الذئبه الحمراء. عباره عن مرض مناعي في الجسم بيهاجم نفسه وبيأثر على كذا سيستم في الجسم زي المفاصل، القلب، الرئة، الكلى، خلايا الدم والمخ. وهو مرض مناعي بيصيب اكتر السيدات من سن 15 ل 45 سنة، ولكن هو اكيد بيأثر على الرجالة والستات، وكمان ممكن يأثر على ناس اقل من 15 سنة او اكتر من 45. سببه في الغالب الجينات والاستعداد الوراثي. كمان ليه عامل بالتأثير بالبيئة للناس المعرضة اصلا للذئبة او اللي عندها قبل كده، زي التعرض للشمس او العدوى بالبكتيريا والميكروبات او بعض الادوية او التوتر. ده ممكن يرجع الاعراض او يبدأها من البداية. واعراضه بتيجي على شكل فترات، اوقات بتكون موجودة وقوية جدا جدا جدا، واوقات تانية بتختفي تماما ولا كأنها كانت موجودة اصلا. تكون على هيئة تعب وصداع وسخونة، ألم وورم في المفاصل، فراغات في الشعر، واوقات بيقع او يبقى خفيف، خطوط حمراء هحط لكم صورتها هنا بتكون على شكل فراشة، واوقات بيكون في احمرار في الجسم عامة. كمان في قرح في الجلد او الفم وبتزيد مع التعرض للشمس، انيميا وجفاف في العين. مش بس كده، لكن الذئبة ممكن تعمل مضاعفات اكتر من كده بكتير وتصيب القلب والكلى والاوعية الدموية، وممكن لا قدر الله تسبب الوفاة. طيب امتى اشوف دكتور؟ لو حسيتي ان عندك اي حاجة من الاعراض دي، خاصة الشكل المميز للخدود الحمراء دي، روحي بسرعة على أقرب دكتور روماتوي، وهو هناك هيعمل التحاليل والإشعاعات الكافية إن أنت تتأكد إذا كان عندك ذئبة ولا لأ، ومع بعض تبدأوا العلاج المناسب. بس أديكم شفتوا الموضوع أكبر من شوية شعر بيقع أو مشاكل في البشرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مستنية كل كومنتاتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات، ومتنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وكمان اعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب شانل. كمان لو انتوا بتتفرجوا عليا على فيسبوك او انستجرام او تيك توك، ما تنسوش تعملوا لي فولو، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.